على الرغم ان نادي الزمالك فاز بالدوري المصري وصعد انه يلعب في دوري ابطال افريقيا، الا ان الاخبار تدور حول النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اصدقاء من الدرجه الثالثه، يا مساء الفل عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. نبدا الحلقه. زي ما قلت لحضراتكم، رغم ان الزمالك فاز بالدوري المصري، ورغم ان نادي الزمالك صعد بعد كام سنة يلعب في دوري ابطال افريقيا واعتزل اللعب في الكونفدرالية مؤقتا، الا ان الاخبار تدور حول النادي الاهلي. اول اخبارنا، النادي الاهلي معروض عليه اللاعب علي يوسف. علي يوسف جنسية ليبية، يلعب في المنتخب الليبي. لعب قبل كده في الافريقي التونسي، ولعب مؤخرا في نانت الفرنسي. تاني خبر هو مربوط بالخبر الاولاني. الحسين عموتة يطلب لاعب ارتكاز خط وسط ومش عايز مدافع. الخبر ده مرتبط بالخبر الاولاني، ولكن هنرجع له بعدين. الخبر اللي بعد كده، رضا سليم الى النادي المصري بمليون ومئة الف دولار. اخر خبر وهو حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر ولاعب برشلونة الحالي، بيسجل هدفين في مباراة ودية لبرشلونة. بسم الله نبدأ الحلقة. علي يوسف. علي يوسف حضراتكم عارفين ان هو اتعرض قبل كده كذا مرة على النادي الاهلي، والاهلي فاوضه كذا مرة، ولكن الاهلي كان بيتراجع واللاعب بيتراجع. علي يوسف الاهلي فاوضه ولما كان بيلعب في الافريقي التونسي، ولكن علي يوسف رفض عرض الاهلي عشان كان رايح نانت الفرنسي. نانت الفرنسي حاليا دلوقتي هبط للدرجة الثانية، والاهلي هيمشي محمد علي بن رمضان، فكده هنبقى 4 اجانب. فالاهلي بيفكر جديا ان هو يجيب علي يوسف، مساك بيقدر يطلع بالكوره، لاعب 188 سنتي، هيدرز، بيقدر في الالتحامات قوي جدا. فعشان كده النادي الاهلي شايف ان المدافعين في الدوري المصري مش اللي هم يشيلوا دفاع النادي الاهلي. عشان كده محمد علي بن رمضان زي ما قلت لحضراتكم بنسبه 95 97% خلاص هيرحل هذا الاسبوع، والاهلي هيجيب او بيتفاوض او معروض عليه علي يوسف. طيب، الاهلي زي ما قلت لحضراتكم فكر في علي يوسف ان هو يجيبه مدافع مع المساكين الحاليين اللي هم ياسر ابراهيم، هادي رياض، الجزار، وياسين مرعي. الحسين عموتة شايف ان الاربع مدافعين فيهم اتنين هم اللي يقدروا يشيلوا الدفاع، وواحد من الاتنين ممكن يعتمد عليه. مين هم؟ في مقدمتهم ياسر ابراهيم وهادي رياض، دول يقدروا يشيلوا الدفاع النادي الاهلي، ولكن عايزين حد بديل ليهم عشان لا قدر الله لو في اصابه والكلام دوت. طيب، الاتنين التانيين وهم عمرو الجزار وياسين مرعي، شايف ان عمرو الجزار كويس جدا جدا، ولكن عايز شويه شغل، ولكن مش معجب بياسين مرعي. هيشوف الفترة اللي جاية ممكن يندمج مع الفريق وممكن يتوهج. طيب، الحسين عموتة طلب لاعب ارتكاز وليست مدافع. كنا قلنا في حلقتين قبل كده ان الحسين عموتة طلب مدافع مغربي، ولكن الاخبار ديت طلعت انه بيفكر ولكن ما طلبش. هو بيفكر في مدافع مغربي ولكن هو ما طلبش، ولكن حاليا طلب خط ارتكاز، لاعب ارتكاز رقم 6 جنب آه اللهم صل على النبي، جنب
نسيت اسمه. ما علينا. فالحسين عموته طلب لاعب ارتكاز وليست مساك. فهنشوف الفترة اللي جاية ايه اللي هيتم. خلاص خلال اسبوع بالكتير قوي الفريق هيبدأ ان هو يتحرك على المعسكر لاسبانيا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ماتش الاهلي وبرشلونة هيتلعب قبل الدوري ما يبتدي ب3 أو 4 ايام. مش عارفين ايه اللي هيتم، ولكن هنشوف الفترة اللي جاية ايه اللي هيتم. رضا سليم. رضا سليم اللاعب المغربي، على فكرة اللاعب دوت كويس جدا جدا جدا، ولكن هو عنده مشكلة واحدة هي اللي مخليتوش ان هو يقدر يتأقلم في الدوري المصري، وهي اللغة. حضراتكم عارفين ان رضا سليم مغربي، ولكن بيتكلم اكترية كلامه 90% منه فرنسي، فما بيقدرش ان هو يفهم اللغة المصرية ولا قادر ان هو يتكلم باللغة المصرية. فعشان كده هو بيتكلم باللغتين، يا المغربية يا الفرنسية، وطبعا الاتنين مش ماشيين قوي هنا في مصر. فرضا سليم جاي له عرض من النادي المصري. رضا سليم كان بياخد مع النادي الاهلي 900 الف دولار، ولكن في مع النادي الاهلي كان بياخد 900 الف دولار، ولكن مع النادي المصري هياخد 1,150,000 دولار. يعني عشان هيبقى فيه نوع من الانواع الترويج كده لمشاريع رئيس النادي المصري كامل ابو علي. فواخدينها دي في ديت. هو كان بياخد مع الاهلي 900 الف دولار، وهياخد مع النادي المصري 1,150,000 دولار بالظبط. طيب الخبر الاخير حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم لاعب النادي الاهلي السابق، ولاعب منتخب مصر، ولاعب نادي برشلونه الرديف الحالي. اللاعب متالق جدا 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 في التدريبات، متالق جدا جدا، وشايفه فليك ويعني منبهر باللاعب، وقال لك اللاعب دوت مستقبل لهجوم برشلونة. لعب ماتش ودي امبارح وسجل هدفين، فالجمهور متشوق ان هو يشوف حمزة عبد الكريم في الفريق الاول. وفليك ايضا طلب ان حمزة عبد الكريم ينضم لتدريبات الفريق الاول، وفعلا انضم للفريق الاول. والفترة اللي جاية هنشوف حمزة عبد الكريم مع برشلونة في الدوري الاسباني والليجا الاسبانيه. فانتظروا منه الكتير قوي قوي قوي، ولكن هو محتاج بس ان الناس تشجعه. وعايزين نوصل لكابتن غندور يا كابتن خالد، انت حضرتك قلت انت والاستاذ مهيب مين حمزة عبد الكريم، برشلونة مين، برشلونة مين مش عارف ايه، مين مش عارف ايه. اللاعب عنده يا جماعة 18 سنة، ودلوقتي احتمال كبير جدا 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 خلاص هو بنسبة تعدى 100%، خلاص هو مش هيرجع مصر. فاللاعب خلاص بدايته في الدوري الاسباني. مفيش لاعب عندنا او قليل جدا اللعيبه اللي لعب في الدوري الاسباني، ممكن هيثم حسن بس اللي نفتكره، ولكن مفيش حد تاني تقريبا مصري لعب في الدوري الاسباني. فان هو يطلع وهو صغير كده دي حاجه كويسه جدا. نتمنى له ونتمنى كل لعيبه المنتخب وكل لعيبه منتخب كل لعيبه الدوري المصري ان هي تحترف وهي في سن صغير. ده هيفيد النادي، وقبلهم هيفيد المنتخب واللاعب نفسه. كده نكون خلصنا اخبارنا النهارده. نتمنى من حضراتكم اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها. اشوفكم على خير. السلام عليكم.